السلام عليكم، عاملين ايه يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى حبيت افرح اولادي، قلت اعمل لهم خد جميل، حاجه بسيطه جدا سهله، مكوناتها كلها موجوده في البيت. جبت كوبايه من السكر، ربع كوبايه من الميه، معلقه كبيره عسل كلوكوز. بحط لون طعام لحد ما اوصل للدرجه اللي انا محتاجاها، عصره ليمونه، وهرفعها على نار هاديه. اول لما العسل احس ان هو ابتدى يغلي، هختبره في ميه وهوريكم ازاي دلوقتي. انا كنت جايبه كيلو الا ربع من التفاح المصري البلدي بتاعنا، بس حاولت على قد ما اقدر انقيه صغير. وبعد كده غسلته في ميه بخل كويس جدا. وبعد كده رحت منشفاه مفهوش نقطه ميه، عشان لو في نقطه ميه مش هيمسك. هنا بقى اختبرت الكراميل، لقيته لا لسه طري، مش هي دي الدرجه اللي انا محتاجاها. جبت ستيك حطيته في التفاح، جبت ميه بتلج، هختبر الكراميل تاني. بصوا ابتدى يتكسر بقى معايا زي الازاز، هي دي الدرجه اللي انا عايزاها. بحط على التفاحه طبقه واحده بس من الكراميل. مش عايزه ازود عشان ما تبقى سميكه وتبقى تقيله على اسناننا واحنا بناكلها. بصوا تحفه، هي اصلا وانتوا بتاكلوها بتتكسر كده في بقكم زي الازاز، طعمها حلو قوي مع التفاح. انا بعد ما بحط عليها الطبقه دي بنزلها في ميه بتلج عشان تمسك نفسها بسرعه. وما تبهدلناش الدنيا. لو وصلتي لحد هنا من الفيديو بشكرك جدا لمتابعتك، ويا ريت بقى تدعميني بلايك وشير وسبسكرايب.